راهن المنتخب الوطني حظوظه في التأهل إلى مونديال روسيا عقب خسارته بنتيجة 3-0 أمام نيجيريا لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم. الخضر ورغم دخولهم القوي إلا أن الهفوات الدفاعية فعلت فعلتها بأشبال المدرب الجديد القديم جورج ليكانس، حيث ارتكب هشام بالقروي خطأ جسيما بإعادته الكرة لفيكتور موزيس الذي تمكن من وضع الكرة في شباك بولحي لتتواصل الأخطاء الدفاعية، وهذه المرة جاء الدور على عيسى ماندي الذي كسر مصيدة التسلل، وهو ما استغله جون أوبي ميكال لتسجيل الهدف الثاني. رد فعل الخضر كان قويا لكن غابت عنه اللمسة الأخيرة من بن طالب وطيدر. الشوط الثاني كان أحسن من حيث مردود المنتخب الذي صنع عدة فرص للتهديف، جسد إحداها بن طالب بتسديدة صاروخية في الدقيقة 67 ليتواصل ضغط الخضر وتغييرات ليكانس، إلا أنها لم تأتي بأي جديد، بل نجح موزيس في توقيع الهدف الثالث لنيجيريا قضى به على آمال الخضر للعودة بالتعادل لينتهي اللقاء وتصعب معه مهمة زملاء ياسين إبراهيمي لتحقيق ثالث تأهل على التوالي إلى المونديال. إذن كما تابع الجميع، تلقى المنتخب الجزائري خسارة قاسية جدا كما قلنا أمام مضيفه النيجيري ب3 أهداف مقابل هدف لحساب الجولة الثانية من تصفيات مونديال روسيا. وللحديث عن هذه الخسارة نربط اتصال بعمر بالعطوي الدولي السابق ومدرب مولودية وهران حاليا. مساء الخير عمر. مساء الخير والسلام لكل المشاهدين. في البداية كدولي سابق وكفني ومدرب أنت الآن، صراحة كيف تابعت خسارة المنتخب الوطني القاسية اليوم؟ والله لا، خسارة قاسية وتابعتها ككل جزائريين. ما صلنا الفريق الوطني، لكن نقول باللي لما تكون غلطات كما هذيك ما تقدرش دير نتيجة إيجابية ولو تعادل. أنا نقول باللي خاصة في ال20 دقيقة الأولى ولا 30 دقيقة الفريق النيجيري عرف كيفاش يضغط على الفريق الجزائري اللي ارتكب أخطاء كثيرة خاصة دفاعيا. وانا نقول باللي لما يكون عندك دفاع اللي ما يكونش منظم ولا متفاهم بعض ما تكونش ديك لا كويزيون، حاجه عاديه اللي تتلقى هدف. خاصه انا تشوف الهدف الاول جاء ثاني عفوا من بالقروي، الهدف الثاني اللاعب مندي غطى كاع الدفاع اليمينا لورجو. دونك انا نقول اون ايكيب لا فورس تاعها في لا ديفونس. لا ديفونس تاعنا اليوم كما يقولوا كان شويه بيردي باسكو اشاك فوا راهي تتبدل. اليوم شفنا زيتي مع غلام، بالقروي مع ماندي، ماشي نفس الدفاع اللي راه يلعب متعود. حتى اللاعب متجاني من كان في وسط نقول ريكيبيراتور ما لقاش روحه، كان شويه مدر، لهذا ما لقيناش، ما كانش ستابيليتي ديفونسيف. سي بور سا الفريق تاعنا ما قدرش صدير يخرج لا ترانزيسيون دي بالون ديفونس اتاك، ما كانش كاينه. لهذا الفريق تاعنا ما كيما يقول كان امبويسون. قدرنا نسجلوا هدف وريدير لا مارك، مي نقول باللي السيطره تاع الفريق النيجيري كانت كما يقول دارت البارح. بصراحه عمر بالعطوي، يعني لو نتحدثوا بصراحه، الا ترى ان المدرب جورج ليكانس يعني لم يكن يملك حلول افضل من هذه؟ هو حاول تامين الدفاع باشراك 3 مدافعين في قلب الدفاع، لكن الا ترى انه يعني لم يكن يملك افضل من هذه الحلول؟ لا، ما كانش افضل، لكن انا نقول باللي ما كانش عنده الخيارات، ما كانش خيارات كثيره. حتى زيتي اليوم انا نقول باللي الحمد لله لعب واحد لاعب من البطوله الجزائريه، لكن مقابله اولى تاعه نقول دوليه في نيجيريا، والمدرب اليوم ما لازمش كما يقول لك نمسحوا فيه كلش، باسكو اول مقابله تاعه ما كانش عنده وقت كافي باش يخدم مع هذا الفريق. لهذا انا نقول باللي خساره قاسيه، لكن انا نقول باللي مازال مقابلات وقادرين كما يقولوا نعاودوا نولوا للواجهه ان شاء الله. فقط فيما يخص الجانب الهجومي عمر بالعطوي، الا ترى ان تضييع كل تلك الفرص يعني زاد من ربما او ساهم في خساره المنتخب الوطني اليوم؟ انا نقول باللي نقص التركيز دفاعيا وهجوميا. حتى الهجوم جاونا بعض الفرص نعم. اللي ما استغليناهاش، ومن تلعب في ضد فريق في نيجيريا وتضيع ديك الفرص ما تقولش باللي غادي نربح. انا لهذا نقول باللي نقص الفعاليه ثاني خانت الفريق الوطني. نعم، اذا شكرا لك السيد عمر بالعطوي، كنت معنا مباشره عبر الهاتف للحديث عن خساره المنتخب الوطني كما قلنا الخساره القاسيه.
وبعد هذه الخسارة إذا كما قلنا يصبح الترتيب في مجموعة المنتخب الوطني نيجيريا في المركز الأول ب6 نقاط بعد انتصارين على كل من زامبيا والمنتخب الجزائر وب3 أهداف بزائد 3 في الفارق. الكاميرون في المركز الثاني بنقطتين بعد تعادل في تشاكر بالبوليدة أمام الجزائر، ثم في عقر الديار أمام زومبيا في المركز الثالث بفارق الأهداف بنقطة واحدة، والجزائر في المركز الرابع للأسف بنقطة واحدة. نواصل في هذه النشرة، نحاول دائما ربط اتصالات مع فنيين ولاعبين دوليين سابقين لتحليل خسارة المنتخب الوطني القاسية والمرة في أول خرجة للمدرب البلجيكي جورج ليكانس مع المنتخب الوطني. إذا كما قلنا أول مباراة للمدرب البلجيكي جورج ليكانس على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، والتي لم تكن موفقة للأسف بخسارة قاسية ومرة ربما ستتضاءل بعدها حظوظ المنتخب الوطني كثيرا في بلوغ مونديال روسيا وتحقيق أمنية الشعب الجزائري ببلوغ ثالث مونديال على التوالي. إذا نربط الآن اتصالا برضا ماتام الدولي السابق وصانع أفراح أنصار الوفاق فيما مضى. مساء الخير رضا. مساء الخير أخ محمد. شكرا رضا ماتام. أولا خسارة قاسية ربما ستضعف من حظوظ المنتخب الوطني في بلوغ مونديال روسيا، ما رأيك؟ والله يعني حقيقة ككل شعب جزائري نتأسف المرة، يعني فهمت ما كناش حاطين باللي المنتخب الوطني راح يتلقى 6 أهداف، ولكن يعني الشوط الثاني ما ننساوش أخ محمد باللي المنتخب الوطني يعني كل ما في وسعه باش يعود بالنتيجة ويسجل الهدف الثاني، لكن التغييرات اللي حدثت أني نتأسف لخروج مدافع زيتي ودخول فاغولي، لأن خلى لو بوست دارير دروا فيد يا أخي. والهدف الثالث شفناه كيفاش جاء عن طريق هجوم معاكسة، وكان وحده اللاعب على الرواق ديالو بيساره. في المجمل رضا ماتام، أين كان الخلل بصراحة في هذه المباراة؟ شاهدنا اندفاع، شاهدنا حرارة عند لاعبي المنتخب الوطني، أين كان الخلل في رأيك؟ شوف أنا on a bien joué en deuxième mi-temps، لعبنا يعني مليح باش يعني نكونوا صراحة مع روحنا، لعبنا يعني كرة نظيفة، كرة جميلة، ولكن نقص في التركيز أمام المرمى هو اللي خلانا يعني يافي دي بال دو بوت يا أخي، فهمت؟ ولكن بصريح العبارة رضا ماتام، حتى عمر بالعطوي كلمناه قبلك وكان تحدث على نقص التركيز. ما هو سبب نقص التركيز في مباراة من هذا المستوى، مباراة حاسمة في مستقبل المنتخب الوطني، لاعبين كلهم محترفين حضروا ربما في أفضل الظروف؟ أين كان يعني الخلل وما سبب نقص التركيز هذا اللي تحدثوا عليه؟ شوف يعني باش نكونوا صراحة، اللاعبين هذو لاعبين يلعبوا في أندية أوروبية أكيد، فهمتني. واحد ما ينون با بيزوان دافوكا، باسكو سمعنا تصريحات الناس لي ديفون هاد اللاعبين مش محتاجين لمحامي والله اللي يحامي لهم. احنا رانا واش رانا نشوفوا في المقابله اوني اون تران دو دير، يعني مام في لي بلاطو في هذاك الناس يعرفوا كره قدم، اكيد فهمتني، يعرفوا كره قدم وكيصرحوا في التصريحات لازم الناس نقادروهم، يعني لاعبين قدماء لازم نخوضوا باعتبار هذا واش راهم يهضروا واش راهم يقولوا، ما لازمش يعني الناس تولي لي زافوكا تاع لي جوار هذو، فهمتني. المنتخب الوطني عندما يكون يعني يلعب كره جميله نقولوها مام في الدوزيام ميطون، عندما تكون يعني الباس كوتي اون لو دي، يعني قلت لك انا نقص التركيز صافدير باللي برين با لا ريسبونسابيلتي كل واحد في 18 مات. شوف يا اخي بن طالب كيفاش يلاقري لا ريسبونسابيلتي تاعو، واني قدرت من بعيد وين كان الهدف كنا اني نتاسف، ولكن نقول حاجه، انا جد مرتاح لعوده ابراهيمي، لان بور موا ابراهيمي ليتي لو ميور روم سور لو تيران. اكيد اخي بذل كل ما في وسعه باش يعني يؤدي مباراه جميله ونحييها اللاعب ابراهيمي. في الأخير فقط رضا ماتام، سؤال عن مستقبل المنتخب الوطني في هذه المجموعة، يعني حصدنا نقطة الآن نتواجد في المركز الأخير، هل ما زالت الآمال وكيف تتوقع وجه المنتخب الوطني في كأس إفريقيا؟
يا اخي يفو كون بريبار لا كوب دافريك تاعنا. منتخب كما هذا لازم نقولوها ونعاودوا نقولوها، لازم علينا باش نتوجوا. حان الاوان باش الفريق الوطني تاعنا يتوج بكأس افريقيا، لان سي اون لا با لا كوب دافريك هذه اللي راهي جايه ننساوها يا اخي. فهمت؟ il faut savoir dire ou bien on est capable باش نلعبوا كرة قدم ونروحوا نفوزوا بكأس افريقيا فهمتني في الجابون. والله يا اخي نصارحوا الشعب الجزائري، كان عندنا فريق فهمتني، هذا هو المستوى تاعو، وما لازمش تضخموه بزاف وما لازمش نديروه بزاف. وان شاء الله هذا سي ان كونساي il faut qu'on prépare la coupe d'Afrique sérieusement، ولازمنا انتدابات في الدفاع يا اخي. اكيد. فوالا. اذا شكرا رضا متام، كنت معنا مباشره. وانا جد يعني فريمون يعني سي دوماج يعني كومبير بار 3 بصحه. السلام عليكم. شكرا.